السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة وصفات وحلويات تاج. اليوم ان شاء الله غنصاوبوا مملحات ولا دي باغيط معمرين بواحد الحشوة بنينة، كيوجدوا بسرعة وسهلين اقتصاديين. خليكم مع الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا المكونات وتشوفوا طريقة التحضير. ونبداو على بركه الله في التحضير ديال العجينه اللي غادي نحتاجوا ليها 6 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض او الفورص، يكون من نوعيه جيده ونغربلوه. هما عندي هنا 6 ديال الكيسان. غادي نزيد عليهم بيضه، غادي نزيد القدر الكافي ديال الملحه، تقريبا واحد معلقه صغيره عامره، وغادي نعجنهم بالمدافي. هزوا لي انا 2 ديال الكيسان ونص ديال العنبه ديال المدافي. نجمع العجينه ديالي على هذا الشكل، ندلكها شي شويه صافي، ونقسمها على 4 ديال الاجزاء، نغطيها بواحد البلاستيك ونخليها ترتاح جيدا. ندوزو دابا الحشوه ديالنا اللي غادي تكون حشوه جديده. انا كندير هاد الحشوه كنديرها شحال من مره، ولكن يعني ما كنشوفهاش بزاف في المملحات، ما كيستعملوهاش الناس بزاف، ولكن الصراحه كتجي بنينه وسهله، يعني ما كاين لا شحار لا حتى شي حاجه. غادي نحتاج ليها فلفله الوان، داكشي اللي كان متوفر عندكم. غادي نضيف هنايا الجبن، انا استعملت هذا جبن طبيعي. غادي نضيف الفرماج الاحمر محكوك وثلاثه ديال القطع ديال الجبن مثلثات صافي. وعندي واحد المعلقه كبيره عامره مزيان ديال الججلان منقي، ما محمر ما والو. الا بغيتو تصهدوه شي شويه ماشي مشكل، غادي يعطي واحد النسمه زوينه. صافي غادي نزيد واحد شويه ديال الملحه وصافي. هذه هي الحشوه، ما فيها لا توابل لا تشحار لا حتى شي حاجه، وكتجي صراحه كيجي واحد المذاق مختلف وزوين بزاف. صافي غادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى كنحصل على هاد الحشوه اللي هكا معلكه. صافي نحتفظ بها جانبا وندوزو المونتاج ديال المملحات ديالنا. غادي ناخذ القطعه الاولى ديال العجينه، غادي نرش سطح العمل بشويه ديال الطحين ونسرح هاد الكره هذه. غادي نسرحها مزيان، يعني حتى ما بقى لها فين تسرح. نسرحها مزيان رقيقه بمساعده الطحين باش ما تلصقش. انا غادي نتحول فوق الطابله لحقاش هذاك ما كفانيش البلاصه فين كنت كنصور، ما كفاتنيش باش نسرح العجينه كبيره. داكشي علاش مشيت فوق الطابله باش نسرح العجينه ديالي مزيان وتجيني رقيقه. صافي من بعد ما سرحتها كيف ما كتشوفوا على هاد الشكل تكون رقيقه. غادي نجيب دابا الزبده اللي ذوبتها وغادي ندهن بها. انا استعملت هنا اللذه، عطاتني نتيجه زوينه. غادي ندهن بها هاد العجينه هذه اللي سرحت على هاد الشكل. بالنسبه للزبده انا تقريبا واحد 200 غرام ديال الزبده هي اللي قداتني. صافي غادي نطوي العجينه ديالي بحال المسمنه على هاد الشكل، نطويها على مسمنه على 4. نعاود ندهن ثاني هنايا شويه ديال الزبده. صافي من بعد ما طويتها هكا على شكل مسمنه غادي نخليها جانبا. غادي ناخذ كره اخرى ديال العجينه وغادي نسرحها بنفس الطريقه.
من بعد ما سرحت الكره الثانيه ديال العجينه غادي ندهنها حتى هي بالزبده. وغادي نجيب المربع الاول اللي صاوبت المسمنه الاولى وغادي نحطها مقلوبه فوق من هاد العجينه هذه، ونجمع عليها العجينه ثاني نطويها بحال المسمنه، بحال غنديروا مسمنه وسط مسمنه على هاد الشكل. صافي دابا من بعد ما طويتها غادي نلوي عليها واحد البلاستيكه وندخلها المجمد ترتاح غير بين ما وجدت المسمنه الاخرى اللي غادي نديرها بدوك جوج كرات ديال العجينه اللي بقاو ليا، حتى هما غادي نخدمهم بنفس الطريقه وحده وسط وحده بحال كيفاش درنا لدوك الجوجات الاولين. صافي نحتفظ بهم حتى هما ندخلهم للثلاجه ونخرج المسمنه الاولى اللي دخلتها هي خرجتها. دابا غادي نجي وغادي نبسطها مزيان على شكل مستطيل. من بعد ما سرحت المربع الاول غادي نقسمه على 4 ديال المستطيلات على هذا الشكل، نقسمه بشكل طولي 4 ديال المستطيلات يكونوا متساويين. صافي وغادي نجيب الحشوه ديالي ونبدا نوضعها على كل مستطيل على هذا الشكل هذا. من بعد ما وضعت الحشوه على هاد المستطيلات هادو ديال العجينه غادي نبدا كنجمع كل واحد بهذا الشكل، نلوي العجينه على الحشوه صافي بحال كنبرمها بحال هكا. صافي نكمل بنفس الطريقه حتى نكملهم كاملين وندوز للمربع الثاني حتى هو نخدمه بنفس الطريقه. كل مسمنه غادي تعطيني 4 ديال القطع، يعني في المجموع غادي يكونوا عندي 8 ديال الباكيطات. صافي نستمر على نفس العمليه حتى كنكمل ونتلاقاو في المرحله المواليه. من بعد ما ساليت القطع ديالي كاملين حطيتهم في الطاوه فرشت فيها واحد الوريقه ديال الطبخ. غادي نجيب صفر بيضه غادي ندير معاه 2 معالق كبار ديال الحليب وغادي ندهن الوجه ديالهم كاملين.
صافي دابا المرحله الاخيره غادي نجيب واحد الموس يكون ماضي مزيان وغادي نبدا ندير هاد الشريطات هادو فوق في الوجه ديال هاد الباكيطات وندخلهم يطيبوا في الفرن اللي مسخن من قبل ويطيبوا على عافيه مرتفعه باش يجيونا مرقين، يعني ما نقصوش العافيه ما تكونش مهيله باش نحافظوا على داك التوريق اللي درنا. صافي ونطيبهم حتى كيتحمروا من الجهات بجوج ونتلاقاو مع الشكل النهائي ديال وصفه اليوم. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال المملحات اللي صوبنا اليوم. عرفتوا راه كتجي ديك حشوه بنينه، غير جربوها على ضمانتي. وحتى هاد الطريقه هذه اللي درنا ديال العجين المورق راه ساهله والعجينه تبارك الله كتعطي كميه كبيره ما شاء الله. كنقطعوا كل وحده كنقطعوها على 3 ولا 4. المهم انا غادي نفتح معكم وحده باش تشوفوا العجينه كيفاش كتجي مقرمشه والحشوه بنينه ومعلكه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش تخليو لايك وتعليق اسفل الفيديو، ونتلقاو في شي وصفه اخرى ان شاء الله. خليتكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.